قصتنا بدأت بشوية تفاصيل صغيرة من غير ما صديقتنا تحس بيها. في الأول كان الموضوع بسيط، مجرد شخص لطيف دخل حياتها، كان بيضحكها، يسألها عن يومها، يفتكر شوية تفاصيل بسيطة قالتها مرة كده وخلاص. مرة قال لها على فكرة انت بتحبي القهوة من غير سكر. صديقتنا استغربت لأنها قالت الجملة دي مرة واحدة بس قصاده، والأول مرة من زمان. حست إن في حد مهتم بيها فعلا. في الأول كانت تقول لنفسها ده عادي، شخص لطيف طبيعي مشاعري تتحرك ناحيته. بس مع الوقت الحكاية كبرت جواها أكتر، إحساس اتحرك جواها هي ما كانتش واخدة بالها منه في الأول. إحساس أنا بسميه السجن، سجن بس من غير أبواب يتقفل، سجن اسمه التعلق. في البداية ما كانش واضح، كان مجرد انتظار بسيط لرسالته، ابتسامة لما يظهر على الشاشة، فضول تعرف هو بيعمل ايه دلوقتي. لكن مع الوقت الانتظار بقى أطول. لو بعت رسالة يومها يبقى سعيد، ولو هي بعتت وهو اتأخر في الرد أفكار كتير قوي تيجي في بالها. ولو يوم عدى عادي من غير كلام تحاول تقنع نفسها ان الموضوع عادي، بس قلبها بيقول حاجة تانية. بدأت تراجع كلامها معاه وتسأل نفسها أسئلة كتير. هو كان قصده ايه؟ هو ليه رد كده؟ يمكن قلت حاجة ضايقته. وأحيانا تقعد تبص في الموبايل كذا مرة علشان تتأكد إن مفيش رسالة جت منه. والموضوع بقى أكبر من إنه مجرد إعجاب، بقى إحساس إن وجوده مهم جدا، يمكن أكتر من اللازم. وفي مرة صديقتنا كانت قاعدة مع واحدة صاحبتها، القعدة كانت عادية جدا، قهوة وكلام عن اليوم وحكايات صغيرة. وفجأة فتحت معاها الموضوع من غير أي ترتيب، حكت لها على كل حاجة، الانتظار والتفكير والقلق وكل الأحاسيس اللي كانت بتتعبها. حكت لها قد إيه هي بتراجع كل كلمة بينهم، وقد إيه هي مزاجها بيتغير على حسب رسالة منه. سكتت صاحبتها وبعدين سألتها سؤال بسيط، هو أنت بتحبيه ولا متعودة على إحساسه بيكي؟ صديقتنا رجعت البيت وفضلت تفكر، هي فعلا بتحبه ولا هي اتعلقت بالإحساس، إحساس إن حد شايفها ومهتم بيها؟ وافتكرت حياتها قبل ما تقابله، كانت بتخرج وتضحك مع أصحابها، تقضي يومها من غير ما تستنى حد. لكن دلوقتي بقى في حاجة كبيرة جواها متغيرة، يومها بيتحدد بحاجة واحدة بس، هل هو موجود ولا بعيد؟ ساعتها فهمت إن التعلق بيجي بهدوء من غير ما نحس، تفصيلة صغيرة واهتمام بسيط. في اللحظة دي صديقتنا قررت تعمل حاجة بسيطة، مش إنها تبعد فجأة، لكن إنها ترجع لنفسها شوية بشوية، ترجع للحاجات اللي بتضحكها، للصحاب، للخروج وللشغل وللأيام اللي ما كانش فيها انتظار، علشان تفتكر حاجة هي كانت ناسياها، إن قيمتها مش جاية من اهتمام حد بيها، قيمتها كانت موجودة أصلا قبل ما تقابله. الخلاصة يا صديقي، التعلق مش دايما معناه حب، أحيانا بيكون خوف إن الإحساس الحلو يختفي، والفرق بينهم بسيط، الحب بيخليك أقرب لنفسك، أما التعلق بيخليك تنسى نفسك علشان حد تاني. سلام.